السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل وصفة فطاير. هنعملها بشوية زيت وبمقادير بسيطة جدا، وهتطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. فطاير جميلة جدا وطرية وناجحة من أول مرة هتعمليها، هتطلع معاكي بالجمال والشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. من أحلى وأجمل الوصفات مخبوزات اللي ممكن تعمليها في البيت. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا كوباية من المية الدافية، هضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبعدين هنضيف معلقتين كبار من السكر الحبيبات. هنقلب السكر كويس مع الخميرة، وأول ما يدوب السكر هنبتدي نركن الخميرة على جنب ونغطيها علشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة. اول ما نلاقي الخميرة عملت رغاوي بالشكل ده تبقى الخميرة بتاعتنا ناجحة، ونكمل باقي الوصفة بتاعتنا. هنجيب عندي هنا واحدة بيضة، هناخد البياض بتاعها بس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هناخد البياض وبعدين هنركن الصفار ده على جنب، هنحتاجه في الوصفة بتاعتنا. وهنجيب 3 معالق كبار من الزيت. الزيت بيخلي العجين بتاعنا هش وجميل وطري وحلو جدا. وهضيف معلقتين كبار من اللبن البودر، برضو اللبن البودر بيخلي الفطاير بتاعتنا طرية وجميلة جدا. هنضيف بقى حوالي كوباية من الدقيق، يعني في البداية هنضيف كوباية بس من الدقيق، ونبتدي نقلب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني ما تضيفوش الدقيق كله، لا اضيف حوالي نص الكمية، وبعد كده نحط الدقيق شوية بشوية. هتاخدي افضل طريقة للعجن، يعني دي هتبقى افضل طريقة تعجني بيها. هتحطي كوباية ونقلب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ونبتدي بقى نزود الدقيق شوية بشوية. كده العجينة بتاعتنا هتطلع ناجحة وجميلة جدا، ومش هتاخد معانا وقت خالص. هنقلب برضو بالشكل ده، وهعمل الطريقة كلها بنفس الشكل ده. هنضيف الدقيق شوية بشوية وهقلب. ويا ريت وانتوا بتتفرجوا على الوصفة ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. واول ما هتبتدي العجينة بتاعتنا تبتدي تتقل بالشكل ده، هنضيف باقي الدقيق بتاعنا ونعجنها بالشكل اللي حضراتكم شايفين. هنسيبها تخمر في مكان دافي. كده بعد ما خمرت خدت معايا وقت قد ايه؟ خدت نص ساعة وخمرت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نقطعها كور. انا هقطعها كور بالشكل ده، وبرضو حسب ما حضراتكم عايزين حجم الفطيرة بتاعتنا هتبقى بالشكل ده. هنقطع الكمية كلها بنفس الشكل، وهنحاول نخلي الكور كلها نفس الحجم عشان الفطاير بتاعتنا كلها تبقى حجم واحد ويبقى شكلها حلو. نحاول نخلي الكور بتاعتنا نفس الحجم. هنقطع الكمية كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. دي كمية الكور اللي احنا عملناها، هنركنها على جنب ونغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش. هغطيها وهنبتدي بقى نفرد على طول. هجيب قطعة كده، هجيب قطعة من العجين بتاعنا، وهبتدي يعني ارش عليها رشة بسيطة من الدقيق، وافردها كده فردة بسيطة. يعني احنا مش عايزينها تبقى العجينة بتاعتنا خفيفة، لا هنفردها فردة بسيطة جدا. ونبتدي اعمل لها فتحات بالسكينة زي ما حضراتكم شايفين. هعمل 4 فتحات بالشكل ده. وهنبتدي بقى نجيب اي نوع جبنة موجودة عند حضراتكم، او شوكولاتة او اي حشو حضراتكم تفضلوها. انا حطيت هنا جبنة رومي وقفلتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بقت بالشكل ده. هنعمل باقي كمية العجين بتاعنا. هجيب برضو واحدة تاني وافردها، وهنحط رشة بسيطة من الدقيق علشان الفطاير بتاعتنا ما تلزقش معانا وتبقى سهلة واحنا بنفردها. هنفردها فردة بسيطة برضو، مش هنفردها قوي. يعني الفطاير بتاعتنا المفروض ان هي ما تبقاش مفرودة قوي، لا تبقى تخينة شوية. وهنعمل برضو فتحات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه.
4 فتحات بالشكل ده. وهنجيب الجبنة بتاعتنا ونلفها برضو، وهتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بس لازم نقفل كويس جدا علشان الجبنة بتاعتنا ما تسحش وتخرج من العجينة اثناء التسوية وهي في الفرن، فلازم تتقفل كويس جدا. هنعمل الفطاير بتاعتنا كلها بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. من احلى واجمل واسهل فطاير ممكن تعمليها في البيت، سهلة جدا جدا ومش بتاخد معاكي وقت خالص. يعني احنا في البداية عملناها وخدت معانا وقت تخمير 30 دقيقة، يعني نص ساعة بس في مكان دافي. وبعد كده بقى بتخرجيها وبتحطي اي نوع جبنة، ممكن تحطي شوكولاتة، ممكن تحطي عجوة، اي نوع حشو حضراتكم تفضلوه هنحطه في الفطاير بتاعتنا، وهنلفها وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنخلص كمية الفطاير كلها، وبعد كده هنسيبها تخمر. هتقعد وقت معانا تخمير قد ايه؟ كمان نص ساعة. هنسيبها تخمر نص ساعة، وهنجيب الصفار البيض وهنحط عليه معلقتين من اللبن، ونبتدي نقلبه كويس جدا، وبعدين هندهن بيه الفطاير بتاعتنا. لازم الفطاير بتاعتنا نسيبها في مكان دافي. بعد ما بنشكلها لازم تخمر مرة تاني وحجمها يتضاعف، تبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين بقى ندهنها وندخلها فرن. الفرن لازم نكون مسخنينها، يعني نشغل الفرن قبلها بشوية ونسيب الفرن تسخن كويس، ونشغل من تحت بس. وبعدين نحط الفطاير بتاعتنا في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هنسيبها حوالي ربع ساعة، وبعد كده نبتدي نشغل عليها الشواية من فوق تكمل تسوية وتاخد اللون بتاعها. وهتاخد بالظبط في الفرن حوالي 35 دقيقة، يعني 35 دقيقة. هنشغل في البداية تحت بس، وبعدين الشواية، وهتخرج معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ما شاء الله، من احلى واجمل واسهل الوصفات الفطائر اللي ممكن تعمليها في البيت. حاجة كده جميلة وهشة وطرية وحلوة جدا جدا. بصوا ما شاء الله، طرية من جوه، طرية جدا وهشة، والجبنة بتاعتنا اللي حطيناها سايحة وجميلة وشكلها حلو جدا، وهتعجب الاولاد جدا جدا وهتبقى جميلة. هنستفيد منها، ممكن ندخلها نحطها في الاكياس بتاعة التلاجة ونحطها في الفريزر ونخرجها. يعني ممكن نخرجها قبلها بساعة، مش هتحتاج معاكي تسخين ولا اي حاجة. هتخرجيها وتسيبيها هتلاقيها بقت طرية وجميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.